القمر. لما غنت نحن والقمر جيران اطلقوا عليها جارة القمر بسبب الأغنية دي، بسبب ان صوتها بيصنف انه صوت عازب وملائكي. جارة القمر هتكلم عنها فيروز اللي بتحب وطنها. فيروز يمكن كانت المطربة الوحيدة، الفنانة الوحيدة اللي غنت للمدن، للقدس، للأردن، للبنان، وما غنتش لأي زعيم أو رئيس عربي عكس كل المطربين اللي احنا نعرفهم. تميزت بهذا، هي كانت عندها صاحبة رسالة، كان همها الوطن والقومية العربية، ما كانش همها ان هي بتغني لأشخاص. فيروز لم تترك لبنان، مع ان هي كانت في بيروت الشرقية اللي هي معقل الكتائب، وما تركتش لبنان وظلت في وطنها برضه عكس فنانات كتير لبنانيات هاجروا وقت الحرب العالمية. فيروز والرحبانية قصة طويلة. فيروز كانت فتاة بسيطة ومن حي بسيط اسمها نهاد حداد. والدها كان مجرد موظف في جريدة تركية ناطقة بالفرنسية بتصدر في بيروت. بيتهم متواضع. القدر ساق الأستاذ محمد فليفل، وهو كان رئيس معهد الموسيقى العربية في لبنان، تبنى صوتها وأعطاها منحة درست مجانا لمدة 4 سنوات. بعد كده التقطها الأستاذ أبو مجدة الرومي، حليم الرومي. أيوة، التقطها الأستاذ حليم الرومي وتبناها في الإذاعة. قابلت الإخوة الرحباني عاصي ومنصور الرحباني، واتجوزت بقى طبعا عاصي، وجابت منه 4 أولاد، هم زيادة الأكبر، وتلاها بعد كده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وابنة توفت منتحرة، وريما اللي هي موجودة دلوقتي وهي كده. فيروز ربنا يديها الصحة طول العمر، عشان 91 سنة دلوقتي. 91 هي من مواليد 21 نوفمبر 1934. فيروز كان لها برضه والرحمانية كان لهم محبة متبادلة بينهم وبين الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. وعبد الوهاب له رأي في صوتها هنسمعه دلوقتي، ونستمتع بصوت الفنان الكبير الأنيق في كلامه الأستاذ محمد عبد الوهاب. هنشوف بيقول إيه عن فيروز. لا مش فيروز ايه ميزة صوت نجاة، ايه ميزة صوت صباح كموسيقار بيلحن لهم، يعني بماذا يتميز كل صوت؟ أنا بعتقد أن صوت السيدة فيروز يمتاز أولا إذا حبينا نقول أنه في إيسانس للصوت، أو في يعني إيسانس يعني الخلاصة الصافية لصوت، يكون صوت فيروز الصفاء، صوت منقى أولا. ثانيا في مجموعة من الذبذبات أو العرب، يعني كل صوت لو يقول مجرد كده ما تعرفيش هو مين. اللي بيخليكي تعرفي ده من ده هو العرب أو الذبذبات أو الترويلات اللي بيضيفها على صوته، فتبقى دي عندك فلانة ودي عندك فلانة وتعالى كلام. وكل ما كانت هذه الذبذبات سريعة وجميلة، كل ما كان بيصل لك أنت كمستمعة أكثر كمية من الجمال في أقصر وقت، في أقصر زمن. ففيروز من هذه الناحية فيها هذا المعنى، يعني عندها ذبذبات أو عرب أو تريولات زي ما بيقولوا، اللي هي بتدي شخصيتها في منتهى السرعة وفي منتهى الدقة والجمال، بحيث إنها بتوصل لك في أقصر زمن، يعني مثلا في الثانية أو الثانيتين. إذا كان واحدة عندها 10 15 أو 20 تريولا من دول، هي مثلا تدهم لك في نفس هذا الزمن 50 بجمال ولذة. طب ده بالنسبة لفيروز.
صفاء يعني الصفاء وعدد الذبذبات. وبعدين الإحساس، يعني الإحساس في اللي بتقوله. بتحس، أنا بحس وأنا بسمعها بأن هي حاسة باللي بتقوله، وده ما فيش شك أنه يعني من ضمن صفات الفنان الصادق أنه يحس باللي بيقوله، لأنه لو هو ما حسش مش هيبلغ القلوب التانية. لازم قلبه يحس عشان يقدر ينفذ إلى قلوب الناس، يبقى موصل جيد. حالة غير متكررة في الوطن العربي، هم حالة خاصة. كتير كانوا بينتقدوا فيروز والرحبانية ان هم لهم اداء غربي بعض الشيء. فيروز غنت معانا، فيروز غنت قوالب مختلفة، غنت موشحات، غنت اغاني رومانسية، غنت اغاني عاطفية وطنية. فالاستاذ برضو محمد عبد الوهاب له رأي في حكاية الموسيقى الغربية وتفاعلها مع الموسيقى الشرقية والعكس. فهنسمع بيقول ايه؟ ان الفن اللي لا يأخذ لا يعطي. مش ممكن انت ابدا تخليني ادي. ازاي انا عاوز اخرج عن الاسوار العربية دي واخرج بره وانا ما بتأثرش باللي بره؟ لا يمكن، لازم اتأثر بيهم واديهم وهم يتأثروا بيا ويدوني. ولذلك تجدي احنا الان منفعلين بيهم وهم منفعلين بينا، لان دلوقتي تحسي بالموسيقى الغربية تأثير كبير جدا من الموسيقى العربية، في جمل كتير جدا عربية، ومش بس كده، بقى في كلمات عربية. فده معناه انه الفن يأخذ ويعطي. شرفنا النهارده في صالون سبورتنج الثقافي واستمتعنا بصوته الجميل ورأيه طبعا القيم جدا جدا. وكمان ده يوضح لنا انه الفنانين الحقيقيين بيتكاملوا مع بعض، والتنافس بتاعهم بيكون تنافس وتعاون في نفس الوقت مثمر وجميل. وشكرا لكم وسعدت بالحديث لكم. شكرا. شكرا جزيلا.